النهارده احنا معانا احسن موبايل للالعاب في 2023. موبايل فعلا ما فيهوش غلط، بيلعب على اعلى سيتنجز في الالعاب وبسعر مميز جدا. والموبايل ده هو الوان بلس نورد 3. وفي الفيديو ده هنتكلم عن كل حاجه تخص الموبايل، وفي اخر الفيديو كالعاده هقول لك سعر الموبايل ومنين تقدر تشتريه ورايي الشخصي انا لو مكانك هشتري الموبايل ده ولا لا. قبل ما نبدا في اي حاجه ما تنساش لايكك شيرك سبسكرايبك الرايق ونرجع كلام كتير. هنبدا الفيديو النهارده على طول. طبعا دي علبه الموبايل شكلها جامده قوي. فكره ان هم مكررين اسم الموبايل بالطريقه دي بيفخموا قوي فئه النورد عندهم. يعني نفتحه كده سريعا. طبعا هتلاقي دبوس السيم كارد وبطاقه كده مكتوب عليها نورد برضو. يعني بيقول لك يعني ان النورد 3 وصل ومش عارف ايه وشكرا انك اشتريت المنتج وبتاع. ومعاك طبعا ايه شويه حاجات اللي محدش بيقراها دي. بعد كده هو ده الموبايل. خلينا نركنه على جنب كده. راس شاحن سريعه 80 واط على بطاريه 5000 ملي امبير اور. في الموبايل ده اشحن الموبايل بتاعك من 0 ل 100% في 40 دقيقه. رقم مميز جدا وسرعه شحن حلوه جدا في السعر ده، واللي هنتكلم عليه في اخر الفيديو اتقل معايا. عندك هنا بقى كابل الشحن المميز جدا من وان بلس اللي لونه الاحمر وجاي من يو اس بي اي ليو اس بي سي. دي كل محتويات العلبه. للاسف مفيش جراب للموبايل ده، لان نسخه الصين من الموبايل ده اصلا بتبقى نازله عليها جراب. عارف ليه شالوا الجراب من النسخه الجلوبال؟ مش عارف الصراحه. النسخه اللي المفروض بقى انها توجه للناس بقى الاجانب ومش عارف ايه، ما اعرفش. خلينا نفتح بقى الموبايل سريعا كده. وهو ده النورد 3. موبايل بصراحه يا جدعان خطير، مفيهوش غلط. ديزاينه سيمبل كده، اللوجو وان بلس اللي في النص ده، شكل الكاميرات عارف انت دايرتين ما فيهاش افتكاسه. يعني الموبايل هنا خلي بالك جاي ظهره من الازاز، ملمس بريميوم قوي في ايدك. وهحاول في الفيديو ده وفي الفيديوهات الجايه ان انا اقيم لك كل حاجه كده فاهم من 10. هو رايي كده في الموبايل ده، رايي في الديزاين بتاع الموبايل ده كام من 10. انا شايف مثلا ان انا ممكن اديله 8 من 10. ليه ما اديتوش 10 من 10؟ عشان حاسس ان هو ايه، سيمبل قوي، ابسط حاجه في الدنيا اللي هو دايرتين اللوجو شكرا. مش حاسس ان في ابداع يعني، ولكن واخد 8 طبعا عشان الديزاين البريميوم والكلام ده كله. نسيت اقول لك بقى ان الفريم هنا من البلاستيك، وطالما الفريم من البلاستيك فخلينا ننزل بالدرجه بتاعتنا من 8 نخليها 7 بقى، معلش يعني. بس انت عندك فريم بلاستيك كان نحطه معدن يا معلم. شاشه الموبايل هنا حجمها ممتاز جدا، شاشه 6.7 من 10 انش، وده اللي موجود دلوقتي في اغلب الموبايلات اللي بتنزل. يعني عندك طبعا زرار الميوت زي موبايلات ابل، تعرف تعمل ميوت وتفتحه. والموبايل مش جاي فيه مدخل 3.5 مللي للسماعه ولا حاجه، ومدخل الشحن تايب سي عادي. نتكلم بقى عن شاشه الموبايل. النورد 3 جاي بشاشه فلويد اموليد، شاشه بتعرض لك 1 مليار لون وبريفريش ريت 120 هرتز. سعر الموبايل ده ممكن تكون دي احسن شاشه، مش هتلاقي حاجه اعلى منها فاهم. بص بقى حتى على حواف الموبايل عامله ازاي، استغلال مساحه الشاشه هنا مثالي. فالصراحه يعني انا الشاشه دي ممكن ادي لها تقييم 9 من 10. ليه بقى مش 10 من 10 حكي؟ اقول لك بقى عشان الشاشه هنا مش كيرفد فاهم، وانا بحب الشاشه كيرفد جدا، بحس ان الحواف بتاعتها اصغر كمان. الموبايل ده يا جماعه ضد طرطشه الميه والاتربه بريت اي بي 54، مش ضد الميه والاتربه. خلي بالك عشان برضو الناس بيخلط عليها الامر في الموضوع ده. ضد طرطشه الميه مش ضد الميه. لو وقع في الميه منك يغرق عادي جدا. نتكلم بقى عن اقوى حاجه في الموبايل ده واللي بتميزه جدا عن المنافسين واللي تخليه في وجهه نظري فلاج شيب كيلر، وهو البروسيسور الخطير في الموبايل ده. الموبايل ده جايب الدايمنستي 9000، معالج 4 نانومتر بيدعم ال 5 جي. انا عايز اقول ان المعالج ده يتفوق على السناب دراجون 3 ثمانيات والسناب دراجون 8 جن 1، المعالجات الرائده من كوالكوم اللي كانت موجوده في موبايلات فلاج شيب يتخطى سعرها بقى ال 1000 دولار و1000 وشويه دولار وحاجات زي كده. فانه يبقى موجود في موبايل سعره مميز جدا، موبايل فئه متوسطه يعتبر، وهنتكلم عن النقطه دي في اخر الفيديو اتقل معايا. بس فعلا البروسيسور هنا نقطه قوه بنت لذينه في الموبايل ده مع الاوكسجين او اس 13.1. يقول لك ان الموبايل ده يعتبر من اسرع موبايلات الفئه المتوسطه ان ما كانش اسرع. بجد فعلا الموبايل ده يا جماعه مش بيعلق، موبايل ما فيهوش غلطه انت فاهم باشا. انت افتح اللي انت عايزه الموبايل بيجري معاك، ما بيعلق، ما فيهوش غلطه، كل حاجه سريعه هنا جدا. كاداء للموبايل هنا الصراحه ممكن اديله فعلا 9.5 من 10 فاهم، بس عشان ده مش اقوى معالج في الدنيا دلوقتي. غير كده هو بالنسبه لسعره هو اقوى معالج في سعره. يعني احنا لو بنقارنه بالنسبه لسعره لا، الموبايل ده ياخد 10 من 10 او 11 من 10 كمان. فتحنا ببجي هنا اهو على الموبايل. بص بقى اللعبه بتلعب على ايه، اتش دي ار وفريم ريت اكستريم او سموز و90 فريم يا معلم. تعرف تلعب هنا على 90 فريم في الموبايل ده. طبعا يا معلم اوبشن ال 90 فريم يعني انت عندك نعومه وسلاسه مش طبيعيه في اللعب. بس انا اتقتلت على طول، خدت واحده في دماغي على طول. انا لسه هنهزر. بص يا جدعان اللعبه بجد انا بقالي كتير قوي ما جربتش موبايلات بتلعب على السيتنجز دي. اوف بلعها لي ها بلعها لي. بس انا والله العظيم الواد ده متدمج. ادي واحد، اوف اتنين. الواد ده بيروق. بس للامانه يا جدعان دي احسن تجربه لعب ممكن تلعبها واحسن تجربه اداء ممكن تاخدها فعلا في اي موبايل في سعر الموبايل ده. بجد وان بلس تفوقت على نفسها فعلا في سعر الموبايل مع البروسيسور. اختيارهم للبروسيسور هنا كان رهيب الصراحه. من حيث درجه الحراره الموبايل ده ما بيسخنش خالص. يعني عايز اقول لك بجد يعني عشان يسخن بعد ما تكون لعبت مثلا بتاع ساعتين 3 على الموبايل ولا حاجه. بيرمي نيد من فوق ابن اللذينه.
اوف. خليني اقول لكم على حاجه مهمه، نون.كوم عاملين خصومات طول السنه على كل المنتجات التكنولوجيه، وبالذات الفتره دي بقى في خصومات اكتر كمان بجد على كل المنتجات اللي انت عايزها. شوف انت بتحلم بايه حرفيا، عايز تجيب سماعه وايرلس جديده، عايز تجدد السمارت واتش بتاعتك، عايز تجيب لك موبايل جديد، عايز تجيب لك شاحن، كابلات شحن، شنطه ظهر جديده عشان الدراسه، اي حاجه حرفيا انت محتاجها هتلاقي عليها خصم على نون.كوم. وزياده على الخصومات دي كمان انا شخصيا بستخدم اكواد الخصم دي عشان اخد خصم زياده على الخصومات كمان، فحرفيا المنتجات بيتطبق عليها خصمين مش خصم واحد. فالاكواد دي حكيم وحكيمو، اي كود من دول تقدر تستخدمه وانت بتشتري اي حاجه على نون.كوم، هتاخد خصم زياده على الخصم الموجود اوريدي على الويب سايت، بتضيفه في اخر خطوه خلاص وانت جاي تشتري الحاجه. يعني وعلى فكره الاكواد دي شغالين على نون السعوديه ونون الامارات كمان، وبخصم اكبر تقريبا بيوصل ل 50 درهم او 50 ريال طبعا على حسب الدوله. ولو انت كمان نون مصر فعندك 3 اكواد زياده، نون 41 ونون 42 ونون 43. عايز اقول لك على سر خطير انا شخصيا بعمله لما اجي اشتري اي حاجه من على نون.كوم، حاجه محدش هيقول لك عليها بجد، يعني بجزأ الحاجات اللي عايز اشتريها. يعني لو عايز اشتري مثلا 5 حاجات فكل حاجه بطلبها في اوردر لوحده، وكل اوردر من دول بستخدم فيه كود خصم من اللي معايا دول اللي هو حكيم او حكيمو او نون 41 42 43، هتاخد 5 خصومات حرفيا مش خصم واحد. هي فكره بجد جامده وانا شخصيا والله بستخدمها يعني. ولينك لكل العروض بتاعت نون.كوم الاسبوع ده موجوده تحت في الديسكربشن دلوقتي حالا، تقدر تبص وتشتري اللي انت عايزه عشان بجد الاسعار هتبدا تغلى على اخر السنه. وبس كده خلينا نكمل باقي الفيديو. بعد كده خلينا نتكلم عن الكاميرا في الموبايل ده. الموبايل جاي ب3 كاميرات في الظهر، الكاميرا الرئيسيه الوايد 50 ميجا بكسل فتحه العدسه بتاعتها اف 1.8، الكاميرا الثانيه الترا وايد 8 ميجا بكسل فتحه العدسه اف 2.2، واخر كاميرا ماكرو 2 ميجا بكسل فتحه العدسه بتاعتها اف 2.4. والغريب ان كان فيه اهتمام كبير قوي من الشركه هنا بالكاميرا، انت مش بس اهتميت بالبروسيسور عشان الالعاب وهكذا عشان الجيمرز مثلا، لا هم اهتموا كمان بالكاميرا. معنى كده هم داخلين في حته ان الموبايل ده يبقى متكامل جدا، فاهم؟ والكاميرا الخلفيه هنا عايز اقول لك واحده من اقوى الكاميرات اللي جربتها في اي موبايل في سعر الموبايل. كاميرا قويه جدا مليانه تفاصيل. على فكره في عندك اوبشن هنا، الاوبشن ده اسمه اكسترا اتش دي. الاوبشن ده اول ما بتفعله بيديك اعلى ريزوليوشن للكاميرا هنا، اظن بيدمج البكسلات مع بعض وكده عشان يطلع لك صوره فيها تفاصيل كتيره تعرف تزوم فيها براحتك، فاهم؟ كل الصور المعروضه قدامك دي تقدر تزوم فيها وهتلاقي فيها تفاصيل مليانه يعني، وصور شارب كده واضحه، الوانها ممتازه، معالجه الوان الصور هنا في الموبايل ممتازه، دايناميك رينج بتاع الصور، بجد كل حاجه هنا ممتازه في الكاميرا الخلفيه. بس لو جيت تقولي تديها كام من 10 حكيم اقول لك لا، اديها مثلا سكه 8 من 10 8 ونص من 10. اقول لك ليه؟ لان في موبايلات بسعر الموبايل ده واقل من سعر الموبايل ده 100 ميجا بكسل و200 ميجا بكسل وهكذا. موبايلات اونر مثلا اللي احنا لسه هنعمل لها فيديوهات دي اللي جربنا منهم الاونر 90 لايت، الموبايل بسعر اقل من ده بكتير و100 ميجا بكسل، في تفاصيل اكتر كمان في الصور. نفس الكلام الاونر 90 اللي في سعر الموبايل ده كاميرته 200 ميجا بكسل، يعني الكاميرا الرئيسيه هنا كانت ممكن تبقى اعلى من كده شويه عشان كده اديتها 8 ونص يعني. بس الكاميرا الخلفيه هنا بتصور فيديوهات 4K وبصراحه كواليتي الفيديو هنا ممتازه. بالنسبه بقى للكاميرا الاماميه، الكاميرا الاماميه هنا هي 16 ميجا بكسل فتحه العدسه بتاعتها اف 2.4، والكاميرا الاماميه هنا عارف هي حلوه ولكن مش الواو، يعني مش اللي ابهرتني، مش اللي اقدر اقول لك انها اعلى كواليتي في سعرها، لا الكاميرا الاماميه هنا كاميرا كويسه تقدر تعتمد عليها اكيد طبعا لو بتاخد ستوريز تاخد صور والكلام ده كله، ولكن دي مش الافضل في سعرها، وفي افضل منها في سعرها كمان. ولكن الوان الصور حلوه، انا كانت كل مشكلتي معاها ان انا حاسس ان الصور سموز قوي، فاهم؟ مش مليانه تفاصيل، مش شارب قوي، انت فاهم الفكره؟ فعشان كده الكاميرا الاماميه هنا بالنسبه لي ممكن اديها مثلا 7 من 10، ما اقدرش فعلا ازود عن كده، حاسس انها يعني هي كويسه ولكن دي مش الاحسن في السعر. انا جربت موبايلات ثانيه كتير قوي احسن منه في سعر، وده مش معناه انها كاميرا سيئه، لا الكاميرا حلوه بس مش الاحسن. والمناسبه الكاميرا الاماميه هنا بتصور فيديوهات 1080 ما بتصورش 2K ولا 4K. شفنا مثلا التكنو كامن 20 بريمير كان بيصور 2K بالكاميرا السيلفي، على الاقل عارف على الريزوليوشن معاك شويه من 1080، انما هنا لا، هو البيزك جدا ال 1080 بتاع الموبايلات الاقتصاديه والموبايلات العاديه، فاهم؟ مش عارف يعلى شويه. قولوا لي تحت في الكومنتات صحيح يا جدعان ايه رايكم كده في السيت اب السمبل ده؟ يعني والله العظيم بص انا قلت بقى نحط حاجات ورانا بتاع مش مستاهله، خليني كده مني ليكم ونفصل شويه عن الحاجات بقى الاستوديوهات والحاجات اللي هي فيها شغل ورا كتير دي يا باشا، في حاجه كده ايه سمبل تماما. فانا الصراحه بص حتى لو مش عاجبك السيت اب اكتب لي تحت انه عاجبك عادي، هتبسط جدا الصراحه لما تقول كده، واعمل لايك بقى للفيديو سبسكرايب والحاجات دي كلها، فاهم؟ عشان بتساعد جدا الفيديو ينتشر، فبالتالي هننتج محتوى اكتر، فاهم؟ وانت عايز تشوفني انا عارف، انا مبسوط جدا والله اني بعمل لك فيديوهات. الموبايل خلي بالك جايب سماعات ستيريو، صوت مجسم طالع من اليمتين، هنفتح يوتيوب كده ونسمع صوت الموبايل جامد. النهارده موبايل مضحك من الموبايلات المضحكه اللي نازله في 2023. انا شخصيا عايزهم يرجعوا لي فلوسي بجد والله، عايز ارجع الموبايل ده اخد فلوسي. قعدت مع نفسي ادور له على مميزات كده مش لاقي فعلا. صوته حلو، صوته حلو جدا كمان وعالي وواضح كده، فاهم؟ وتحس السماعات عاليه اعلى من العادي اللي انا واخد عليه. ممكن هنا مثلا لو هقيم الصوت اديله مثلا 9 من 10، ان ده اكيد مش اوضح حاجه ومش اقوى حاجه انا سمعتها في اي موبايل، فاهم؟ بما ان الشاشه هنا اموليد فالبصمه جايه تحت الشاشه عاده وان بلس، يعني هي اول ما اخترع الحوار ده البصمه صاروخيه، فاهم؟ بص عامله ازاي،
ما بتهزرش، فاهم؟ انت بتلمسها على طول بتفتح، ما بتهزرش معاك. كمان الموبايل تقدر تركب له شريحتين اتصال ومفيش مكان لكارت ميموري، فانت اخرك المساحه اللي هتيجي مع الموبايل. ولحسن الحظ الموبايل هنا تقريبا بيبدا من 256، انت عندك ربع تيرا كده مبدئيا لاول نسخه يعني. وعايز اقول ان رامات الموبايل ده هي 16 جيجا بايت، النسخه دي 16 256. والرام مانجمنت حتى اصلا في السوفت وير بتاع وان بلس ممتاز الصراحه، بجد ده من احسن السوفت ويرز اللي ممكن تجربها في اي موبايل. طبعا كده كده ايه خلاص هو رايح لاوبو يعني جدا، وانا بحب جدا سوفت وير اوبو الصراحه يعني، فانا ما عنديش مشكله خالص في النقطه دي. نتكلم بقى عن سعر الموبايل ده واللي ابهرني الصراحه لما عرفت. انا عايز اقول لك انا كنت متوقع ان الموبايل ده ينزل اغلى كتير، خصوصا ان الموبايلات دايما الجلوبال بتنزل اغلى من الموبايلات الصيني وهكذا. انا لما شفت النسخه الجلوبال بتاعت الموبايل ده وان سعر النسخه اللي معانا دي 16 256 اللون الاخضر ده لون جميل جدا، سعرها حوالي 1450 درهم ل 1500 درهم، يعني تقريبا في حدود 500 دولار او اقل كمان. يا جماعه ده سعر مميز قوي للموبايل. الموبايل بجد بالامكانيات دي هو بيقدم مواصفات مش موجوده في اغلب الموبايلات اللي في سعره، فاهم؟ يعتبر فلاج شيب كيلر، في معالج موجود في فلاج شيبس حرفيا سعرها ممكن يتخطى ال 2000 درهم وال 2500 درهم. انه يبقى موجود في موبايل بالسعر ده انا شايف انها يعني تسعير مميز جدا. ولو هقيم التسعير ده انا ممكن اقول مثلا فعلا بدون مبالغه يعني 9.5 من 10. تقول لي طب ليه ما قلتش 10 10؟ اقول لك عشان الكمال لله وحده والله العظيم ما اقدرش اقول 10 من 10 برضه، صعب قوي فاهم. بس ممكن نقول 9.5 من 10 فعلا، لان هو كان بجد فوق سقف توقعاتي. انا رايي ايه بقى في الموبايل ده؟ انا شايف ان الموبايل ده هو احسن موبايل يعني بيقدم مواصفات بالنسبه لسعره، ولكن على الرغم من ده هو مش الاحسن في كل حاجه. يعني مثلا لو اهتمامك جدا بموبايلك انك تتصور سيلفي وبالكاميرا الخلفيه فلا تشتريش النورد 3. شوف انا بقولها لك اهو، لان الموبايل ده مش نقطه قوته الكاميرا الاماميه والكاميرا الخلفيه وهكذا، لا الموبايل ده اصلا موجه اكتر للالعاب وهكذا، هو زي فلاج شيب كيلر بالنسبه للمنافسين بالذات في حته البروسيسور، فاهم؟ انما في الكاميرا في موبايلات واضحه وصريحه احسن منه في الكاميرا. لو هنتكلم من سامسونج مثلا عندك الاي 53، عندك الاي 73 كمان، والاي 52 اس والاي 72 والحاجات دي كلها. انما انت لو شخص مهتم بالالعاب او عايز موبايل يقعد معاك سنين كتير قوي على ما يهيس، فاهم؟ عارف انت مصطلح انه يهيس ده، ان الموبايل ما يعلقش منك بعد سنه سنتين استخدام، هتحتاج بروسيسور قوي جدا. وعشان كده الدايمنسيتي 9000 الموجود في الموبايل ده هو معالج محترم جدا يقعد معاك فعلا سنين استخدام من غير ما يتقابل معاه اي مشكله. ده كان رايي في الوان بلس نورد 3. مستني اعرف رايك كده تحت في الكومنتس دلوقتي حالا، انا بقرا كل الكومنتس برد عليها انتوا عارفين. بس كده على نفس الرقعات كنتوا لايك شكلك كبير، والكم اخر فيديو جديد. بيس.